تعلمت من النبي التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع في كل حياته، في دعوته مع زوجاته مع أصحابه مع كل الناس صلى الله عليه وسلم. النبي خير خلق الله، آخر الأنبياء المرسلين، كان لما يقعد في البيت كان يصلح حذائه، يأكل البعير، يحلب الشاه، يخيط لبسه صلى الله عليه وسلم. ولما كانت ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تتسأل هو النبي وهو قاعد في البيت كان بيعمل إيه؟ قالت يكون في مهنة أهله، اللي احنا بنعمله بيساعدنا فيه، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، لما يجي ميعاد الصلاة يخرج يصلي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي كان شايل هموم الأمة كان بيوجد وقت إن هو يساعد أهله في شغل البيت صلى الله عليه وسلم، على عكس رجالة كتير دلوقتي تقول ده شغل ستات، أنا ما اقعدش أساعد مراتي في حاجة. ساعد مراتك وساعد في بيتك، وخلي قدوتك في ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد كان بيقبل الهدية مهما كانت بسيطة، ولما كان بيتعزم من حد بسيط ولا رقيق الحال على أكل بسيط جدا كان بيلبي الدعوة. المتواضع الكريم اللي بيجبر خواطر الناس صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس رضي الله عنه خادم النبي اللي بيساعده في البيت، كان بيشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق. الخادم لما يشهد بالتواضع وحسن الخلق بيبقى شايف الواحد في البيت بدون أي تكلف، وكمان ده بيدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام مع الخادم بتاعه. من المشاهد اللي بتبين قوي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام انه لما كان بيقعد مع الصحابة كان بيقعد زيه زيهم بالظبط، فلما يجي واحد غريب ما يعرفش شكل النبي وعايز يكلمه ما يبقاش عارف هو انهي واحد من اللي قاعدين، لحد ما الصحابة يشاوروا له على النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان الصحابة هم اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انهم يميزوا له القعدة بتاعته علشان اي حد يدخل يبقى عارف ان هو ده نبي الله صلى الله عليه وسلم. مرة جه للنبي عليه الصلاة والسلام واحد وقعد يمدح فيه ويبالغ في المدح قوي، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عجبوش الكلام وقال يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله. ما تبالغوش في مدحي وتحطوني في منزلة فوق اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلني فيها. أنا محمد ابن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليك يا سيد المتواضعين. مرة النبي والصحابة كانوا قاعدين ودخل واحد أعرابي ينده على النبي من بعيد يا محمد، فالصحابة كلهم بصوا له وقالوا له وطي صوتك انت بتنده على رسول الله. فسيدنا محمد بمنتهى التواضع رد عليه وقال له لبيك، نعم عايز ايه؟ عشان سيد المتواضعين يعلم الصحابة كلهم ما تحرجوش الراجل، ورد عليه بمنتهى الرفق والتواضع صلى الله عليه وسلم. وطبعا من المواقف الشهيرة اللي بيتعظم فيها جدا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتقدم آلاف المسلمين اللي راجعين مكة منتصرين في يوم الفتح، يوم النصر، يوم المرحمة، بعد ما خرجوا منها من كام سنة وهم مستضعفين ومعذبين. المشركين واقفين يبصوا لبعض ويبصوا للمسلمين ويبصوا للنبي، يا ترى هيعمل فينا ايه؟ يا ترى هينتقم مننا ازاي؟ وهو متواضع صلى الله عليه وسلم وموطي راسه خالص، لدرجة ان دقنه عليه الصلاة والسلام كانت لازقة في ظهر البعير اللي هو كان راكبه، تواضعا لله سبحانه وتعالى اللي أعز المسلمين ونصرهم في يوم زي ده. تعلمت من النبي عليه الصلاة والسلام التواضع، فالسلام عليك يا سيد المتواضعين.